اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فصل في بعض العادات المستقبحة أيام المناسك. من بدع العادات غير الحسنة في العشر إسرافوا الرسوم المعلنة في حج بعض الناس مما يؤخذ على الحجيج أو لهذا ينبذ ورفع البيوت والسكن مخالفا لما مضى من الزمان إذ كانت الحجاج في الماضي تضاف بأبسط الأموال إن لم تستضاف وأجرة النقل التي تضاعف على الحجيج فوق ما تكلفوا وقولهم سياحة دينية طاهرة بدعية في النية والحج فيما ابتدعوا مجاملا بدءا وختما في صاد المعاملة ومثله تجاوز الميقات من غير إحرام ولا التفات وبعضهم يحرم من سوق البلد أو حيث ما قد حل أو حيث رقد وقد أتى في النص عما يحصل في أمة القرآن حين تغفل يكون حج الأغنياء للنزهة وبعضهم للربح في التجارة والعلماء للرياء والسمعة والفقراء رغبة المسألة. وقال فيهم إنهم شرار في آخر الزمان حيث داروا ومثل هذا الحكم ليس شاملا لكنه يبين الغوائل كمن أتى في الحج مشغولا بما يشهده من البناء والنماء وما بدا في السوق من بضائع وما يرى من فتنة البراقع وشغل بعض الناشئين بالقرى في موسم الخير
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى